اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وتأملوا بالله عليكم حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التفصيل، حيث أنه لم يقتصر على قوله جنبنا الفتن، وإنما قال بعدها ما ظهر منها وما بطن. وهذا يدل عباد الله على أن من الفتن ما يكون ظاهرا جليا يبصره جميع خلق الله، ومنها ما يكون باطنا لا يعرفه إلا أهل الحل والعقد، أهل العلم والفضل. لذا كان يقول الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن أبصرها كل عالم، وإذا أدبرت أبصرها كل جاهل. وما قيمة الإبصار عند إدبار الفتنة إذا أبصرها الجاهل؟ ما قيمة هذا الإبصار عباد الله؟ إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، عرف أن هذه فتنة، عرفها لأن نظره في مآلات الأمور فأدرك أن هذه فتنة، فبدأ يصرخ بين أبناء قومه ويحذرهم من الفتن، فإنها فتنة ولكنها باطنة وثمارها يانعة، وتظهر بين القاصي والداني بثمارها القبيحة التي تحل في ديار المسلمين. عباد الله، والذي لا إله غيره نشهد الله في عليائه أننا لا نرضى بالظلم، ولا نرضى برفع الأسعار، ولا بالتضييق على العباد، وكل الناس في ذلك سواء، كلهم مشتركين في ذلك. رجل الأمن وسائق الشاحنة ومن كان في جوار المسجد ومن كان في أقصى البلاد، كلهم قد لحق بهم شيء من ضرر، ولكن لا بد يا عباد الله ليقولوا لأهل الحل والعقد، لا بد أن يكون هناك تنازلات، لا بد أن يقدم تنازلات، وهذا ليس بغريب عباد الله، قدمه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، تنازل صلى الله عليه وآله وسلم عن لفظ الرسالة والنبوة في صلح الحديبية، ولم يضره ذلك. هي دعوته فتحت البلاد ووصلت قلوب العباد، لم يضره ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد غزوة حنين، بعد أن جاءه القسم صلى الله عليه وآله وسلم والفيء، قسمه بين المؤلفة قلوبهم، وأعطى عطاء كثيرا كبيرا، وأجزل لهم بالعطاء، ولم يعطي الأنصار، فوجدوا في قلوبهم الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وجدوا في صدورهم. وجاء سعد بن عبادة ويقول، ينقل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مقالة قومه، ويقول أنهم يقولون كذا وكذا، أي أنه أعطى القبائل جميعها ومنع الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقول أنت؟ فقال: إنما أنا امرئ من قومي. وكأنه وجد في نفسه أيضا كما وجد قومه، فقال: اجمعهم جميعا في هذه الحظيرة. ثم خرج إليهم صلى الله عليه وآله وسلم وبين لهم، وهذا بيان منه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يضره أن يبين لهم ما حل به، وأن هذه الأموال ما ذهبت إلا لنصرة دين الله ولتأليف قلوب عباد الله. بين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس ضعفا منه عليه الصلاة والسلام، وإنما مراعاة لأحوال الناس وجبرا لقلوبهم وتأليفة لهم على دين الإسلام. قال: إن شئتم قلتم جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك. قال: لو شئتم قلتم ذلك. فقالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟
فأخفقوا رؤوسهم واخضلت لحاهم من البكاء وقالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله. أيعد هذا في مقام النبوة نقصا؟ لا والله، لا بد يا عباد الله أن يكون هناك تنازلات، والمصلحة العامة